ونيجي لسنة 1967 وكان ساعتها في سيناء بيحمي المنطقة الوسطى، وجي في 5 يونيو سنة 1967 الهجوم الإسرائيلي المعروف، ولما ضربوا المطارات المصرية بعدها بيوم القيادة المصرية قالت للقوات اللي في سيناء لازم تنسحب، وكانت دي خطوة كارثية في عرف القوات المسلحة المصرية، وبقيت 3/4 الجيش المصري في قرار الانسحاب ده. ولكن الشاذلي ومجموعته كان لهم رأي تاني في الانسحاب، وقرار انسحابه ده لحد الآن بتدرس في الأكاديميات العسكرية. فلما جه قرار الانسحاب كل القوات بتاعتنا راحت غرب القناة عشان يرجعوا تاني مصر، الا الشاذلي الوحيد اللي اخترق الحدود وعدى فلسطين واتمركز ما بين جبلين عشان العدو الاسرائيلي ما يضربوش بالطيران، وكل ده وكانت الاتصالات مقطوعه مع القياده المصريه، وبرضه كان العدو الاسرائيلي رصده، ومع ذلك قدر يعبر بخساره حوالي 20% من قواته، وده رقم في حد ذاته انتصار، واكتسب سمعه كبيره جدا في الجيش المصري بعد قرار الانسحاب ده. وزي ما قلت لك الاكاديميات العسكريه لسه بتدرس قرار الانسحاب